السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ ايه رايكم بقى في القرنبيط بتاعنا ده؟ قرنبيط ايه ده؟ كنتاكي يا جماعه، حاجه كده خطيره بالخلطه الجباره اللي عاملينها، خطيره بجد. شايفين؟ اللهم صل على النبي عليه. شايفين القرنبيطه نفسها عامله ازاي؟ واللون كمان جميل خطير بجد، يستاهل بقكم. تعالوا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الخلطه الجباره للقرنبيط الكريسبي او الكنتاكي او كنتاكي الغلابه، عملناها ازاي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وسعاده وراحه بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل القرنبيط بطريقه حلوه قوي قوي، تمام، وهنعمل له خلطه جباره كده، ولا الكنتاكي يا جماعه، حاجه كده زي العسل. ان شاء الله الخلطه بتاعتنا تعجبكم. اول حاجه لما باجي اشتري القرنبيط يا جماعه، بجيب القرنبيطه البيضه الحلوه كده القمر دي. شايفين القرنبيطه الحلوه دي؟ بجيبها بيضه وحلوه كده، وتبقى صبحه من عندي. صبحه طبعا، صبحه ازاي؟ من تحت كده. شايفين؟ لسه مقطوعه حالا طازه يعني، وخضره. شايفين الورق بتاعها اخضر خالص اهو. تمام كده. هقطع بقى القرنبيطه بتاعتي دي كويس على حجم الورده بتاعتها، زي ما انا عايزاها حجم كبير، عايزاها حجم صغير. بقطعها وبسلقها، بحطها في كوبايتين من الميه كده واحطها على النار. برصها طبعا كده واحط القرنبيطه، واحط مع القرنبيطه او في قلب الميه معلقه من الكمون، معلقه من الملح. تمام. بقطعه بالحجم اللي انت شايفاه معايا دوت، حجمه كده صغيره وحلوه. حابه تكبريها عن كده ماشي، حابه تصغريها مفيش مشكله. هو كده حجمه كويس جدا. تمام. زي ما انتوا شايفين بقطع الورده بالشكل ده. تمام كده. هنا بقى حطيت القرنبيط بتاعي زي ما انتوا شايفين. تمام. هو خلاص استوى، انا مش هسويه قوي. تمام. لسه هقليه يا جماعه، فانا مش هسويه قوي. تمام كده. طبعا حطيته في ميه عليها حبه كمون وحبه ملح صغيرين. تمام كده. خلاص هطفي عليه ونعمل الخلطه مع بعض بقى. هنا بقى نعمل الخلطة بتاعتنا. عندي كوباية من الدقيق المنخول. تمام. هحط عليها معلقتين كبار من النشا. النشا بقى هتخليهولي ايه، ناشف كده معايا وكريسبي خالص. تمام. وعندي معلقة توم باودر، معلقة صغيرة، وبصل باودر، معلقة كركم، معلقة جنزبيل صغيرة. ماشي. تمام كده. هنقلب بقى كل المكونات بتاعتنا دي بقى ببعضها كده. وعندي بقى ايه، المية. هنزل بالمية كده واحدة واحدة. طبعا مش هنسى الملح، وادي الملح بتاعنا حسب رغبتك. وعندي كمان حبة شطة كده، انا بحبه مشطشط بصراحة. وببقى احط كمان مع الخضرة قرن فلفل حامي كده، بيدي طعم رهيب قوي. تمام كده زي الفل. هنبتدي بقى ننزل المية واحدة واحدة كده ونقلب. بسم الله. طبعا واحدة واحدة معايا كده اهو. انا لا عايزه الخلطه بتاعتي خفيفه ولا تقيله، عايزه سمكها حلو كده. هنقلب كويس. هنا بقى هنحط ايه تاني؟ هنحط بقى ايه، معلقه كده حلوه من الفلفل الاسمر، بتديله طعم حلو قوي برضو. تمام. وعايزه اقولك برضو على حاجه برضو بتخلي القرنبيط لونه جميل قوي. عندي زعفران بجيبه من عند العطار يا جماعه. الزعفران ده حلو قوي، بيصفر لي الحاجه معايا. بصوا يعني عايزه اقول لكم جميل جدا جدا. انا احط شعريه صغيره كده منه. تمام. بصوا دلوقتي الخلطه شكلها ايه، ولما احط الزعفران دلوقتي شكلها هيبقى عامل ازاي، فرق تاني صراحه. هجيب هنا الزعفران بتاعي اهو. بصوا اقل من ربع المعلقه يا جماعه، حاجه. بصوا شعريه صغننه اهي. تمام كده. وهقلب بقى. بصوا بتفرق في الشكل حاجه يعني رهيبه. شايفين الجمال؟ بصوا اللون اتغير خالص ازاي كده. تمام زي الفل. قلبنا كله، حطينا التوابل والدقيق والنشا وكل التوابل بتاعتنا الحلوه دي مع معلقه الزعفران اللي هتخليه للقرنبيط في حته تانية خالص. تمام كده. تمام. عندي ايه كمان؟ عندي بقى ايه، معلقه كده حلوه
او نص معلقه من الثوم المهروس اهو، هينكه لي برضو القرنبيط بتاعي. وعندي بقى الخضره بتاعتي واخده بقى من كل ربطه حبه حبه كده، يعني عودين من الشبت، عودين من البقدونس، عودين من الكزبره، من كل ايه، من كل ربطه كده شويه. عندي ايه كمان، عندي بيضايه واحده بس هحطها اهي، تمام. وهبتدي بقى ايه اقلب بقى كويس جدا. عايزه اقول لك الزعفران ده ممكن تستخدميه في الرز البسمتي يا جماعه، هيخلي الرز البسمتي لونه حلو قوي قوي. شايفين اللون اصلا جميل قد ايه، حاجه كده خطيره يا جماعه. كده الخلطه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله جاهزه وزي الفل. نقلب كويس، خلطتنا كده ممتازه، اللهم بارك، حاجه زي العسل. شايفين الخلطه الجباره دي اهو. كده الخلطه بتاعتنا جاهزه وزي الفل. وطبعا القرنبيط بتاعنا اتسلق راخر، يبقى كل حاجه تمام. نبتدي بقى نحط في الخلطه ونقلي يا جماعه، وهتاكلي احلى واطعم قرنبيط. هنا بقى عندي الخلطه القمر دي، هنبتدي بقى نجيب القرنبيط اللي احنا سلقناه، تمام اهو، ونبتدي نحط كده في الخلطه الجباره بتاعتنا دي. خلطه صراحه يا جماعه جميله جدا. نغطس فيها القرنبيط كده، والزيت طبعا على النار سخن، هنبتدي ننزل بيه. تعالوا بينا بقى على البوتاجاز كده. هنا بقى حطيت الزيت زي ما انتم شايفين كده، حطيت في الطاسه الصغيره دي، مش عايزه احط في الطاسه الكبيره عشان ما تاخدش زيت كتير. وهبتدي انزل بالقرنبيط بتاعنا ده بسم الله اهو بالشكل ده. هنشيله من الخلطه ونحط كده اهو بالشكل ده. في اسهل من كده مفيش، ولا اسهل ولا اروع من كده اهو بالجمال ده. هنا بقى هنبتدي نقلب القرنبيط القمر ده، شايفين اللون بتاعه والله جميل جميل. شايفين بسم الله ما شاء الله، حاجة كده خطيرة بجد. شايفين الجمال، كريسبي ولونه جميل. ايه الجمال ده، ولا كنتاكي يا جماعة، ولا كنتاكي. شايفين بقى لونه عامل ازاي، الله اكبر عليه، لونه خطير جدا. طلعنا مرة، يلا نحط مرة كمان مع بعض اهو. بروح حاطه القرنبيط في الخلطة واروح نازلة بيه في الزيت اهو. شايفين الجمال، شايفين لونه كمان جميل قد ايه اهو بالشكل ده بسم الله. عايزه اقول لكم بصراحه طالع لونه خطير وطعمه رهيب صراحه، رهيب بجد يعني. عايزه اوريكم المره اللي طلعتها بسم الله ما شاء الله. شايفين قد ايه جميل بسم الله ما شاء الله، لونه خطير بجد يعني. شايفين ناشف قد ايه. شايفين بتطلعيه بقى على مناديل مطبخ او على ورق زبده عشان خاطر الزيت اللي فيه، تمام كده. نرجع بقى نقلب المره اللي احنا حطيناها اهو بالشكل ده. شايفين يا جماعه، شايفين هو نفسه بيتكلم عن نفسه قد ايه هو خطير. وادي كده شكل القرنبيط بتاعنا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، لونه خطير خطير. شايفين يا جماعه القرنبيطايه عامله ازاي. بألف هنا وشفا يا رب للي ياكل. لو عجبك الفيديو اوعي تنسيني في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.